إذا عم تدوروا على وصفة سريعة وصحية وطعمها خرافي فأنتوا هون بالمكان الصح. اليوم رح نعمل سلطة التونة بطريقة بسيطة وطعم بيجنن. المكونات بسيطة ومتوفرة يعني بأي مكان: زيتون أسود، ذرة، بقدونس، خس، ليمون، بصلة، بابريكا ملونة أو حسب الموجود، روكولا أو جرجير. أه بس يعني، والإضافات انتو شو بتحبوا تضيفوا، بس نصيحة ما حدا يضيف بندورة أو خيار لأنه كتير بتعطي زنخة مع الطون. نحن هيك يعني منشوفه منفضل. سريعة التحضير وطيبة وشهية وصحية ويا سلام، وغنية بالبروتينات والألياف. والتحضير ما بيهم، يعني كيف ما بتحبوا قطعوها. وشوفوا صارت عندي جاهزة هون، عم خلطها وضفت الذرة بالأخير كرمال ما تتخبص. لتحضير الصوص بنحتاج خردل، رشة فلفل، ورشة ملح، عصرة ليمون، وزيت الزيتون. هلا أنا ما كترت عصير ليمون لأنه فرمت بقلبها ليمونة كاملة. وما تكتروا كتير خردل، بيعطي طعمة قوية. هو على قد مو طيب على قد ما بدكم تكونوا حذرين. يعني لهي المقادير اللي شايفينها قدامكم أنا حطيت معلقة كبيرة خردل. ونصيحة تانية، إذا رح تجربوا سلطة التونة بنصحكم تختاروا نوعية طيبة وجيدة جدا لحتى تحبوا هاي السلطة لأنه كتير طيبة وصحية. وقت تفتحوا علبة التون كبوا الزيت منها لأنه بيعطي زنخة وبيحتوي كتير على الزيبة، وبشكل عام بيجي أبدا مو صحي كترته. مثل ما خبرتكم من قبل أنا كتير بحب السلطات، فبحب بكل مرة أعمل شي يعني إنه يكون طيب وصحي ولذيذ. وللتزيين بتعيفوا الزيتون الأسود للأخير مثل ما لكم شايفين. صدقوني جربوها، كتير رح تحبوها، كتير طيبة ولذيذة. وهاي التونة شوفوا كيف منظرها، أنا مصفيتها منيح من الزيت. عم حطها على وش الصحن. ولا تنسوا ترشوا على الوش رشة فلفل أبيض، بابريكا، إذا بتحبوا رشة ملح إضافية. إذا بتحبوا تضيفوا كمان تون علبة تانية ما في مشكلة، يعني انتو شو بتحبوا عايدة إلكم. بعد ما ضفت التونة عفت شوي من الصوص لحتى أقدر ضيفه مرة تانية فوق التونة، بيعطي كمان نكهة طيبة. وكملت هون إضافة الزيتون الأسود، يعني مثل ما بيقولوا العين بدها تاكل. هاي الحركة بتفرق كتير بالطعم بشكل كتير كبير. وهيك صار عنا أطيب سلطة تونة. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. مثل ما بيقولوا الصورة تتكلم. يا سلام على هالألوان والتناغم والتجانس هيك مع بعضه، والله بتشهي. جربوها وعطوني رأيكم فيها. وهذا كان كل شي، بتمنى تعجبكم ولا تنسونا من صالح دعائكم. بنشوفكم فيديو جديد. باي باي.